النهارده هوريكم ازاي نعمل كيكه من اكتر وصفات الكيك اللي انا عملتها وعجبني طعمها ساده زي ما هي كده. الكيكه نفسها طعمها حلو زي الكيكات الجاهزه المعلبه اللي احنا بنشتريها، حلوه كفايه انها تتاكل جنب مشروب دافي لوحدها، وحلوه برضو قوامها متماسك كفايه انها ينفع نعمل بيها تورته او نعمل بيها تزيين، نحط عليها اضافات، نبني منها كذا دور. فيعني وصفة الكيك دي والمقادير دي بالنسبة لي مظبوطة وسهلة، مكوناتها بسيطة قوي وموجودة في البيت، وفي كل مرة هطلع معاكم كيك سادة، كيك فانيليا مظبوط طعمه حلو. مش محتاج تزيين أو صوصات كتير عشان يبقى طعمه كويس، هو لوحده طعمه حلو. تعالوا نبدأ بالمقادير. المقادير دي على فكرة هتعمل يا إما كيكة كبيرة زي ما هوريكم كمان شوية، يا إما 2 متوسطين يعملوا تورته حجمها حلو. أول حاجة هنحتاج 3 بيضات، يكون كل المكونات يفضل إنها تكون بحرارة الغرفة مش باردة قوي. هحتاج 1.5 كوباية من الدقيق، وقدها 1.5 كوباية من السكر أكتر شوية من العادي علشان الكيكة دي زي ما قلت لكم بيطلع طعمها مسكر زي الكيكات الجاهزة. هحتاج رشة فانيليا، يكون فانيليا نوعها كويس، ومعلقه ونص صغيرين من البيكنج باودر، وهحتاج كمان نص كوبايه من اللي انا عاملاه ده خليط من الزيت والزبده السايحه، يعني فيها ربع كوبايه زيت وربع كوبايه او 4 معالق كبار من الزبده، مسيحاهم وسبتهم يبردوا شويه. اللي عايز يستخدم النص كوبايه كلها زيت بس ينفع، او نص كوبايه من الزبده نسيحها ونسيبها تبرد شويه قبل ما نخلطها مع باقي المكونات. ده ينفع وده ينفع، انا بفضل اعملها بخليط ما بين الاتنين. واخر حاجه 1.4 كوبايه من الحليب، وفي كمان رشه ملح، في مكان ما حطيت على دي رشه ملح. هحط الاول السكر وهزود عليه ال3 بيضات واخلطهم مع بعض بالمضرب لحد ما يبقى لونهم فاتح. الكيكه دي بتطلع كميه خليط كيك كبيره تكفي صينيه كبيره او 2، ما فيهاش بيض كتير قوي قوي، فما بيطلعش فيها طعم او ريحه بيض، ومش بتحتاج فصل بيض على صفار ولا الكلام ده كله. نخلط البيض والسكر كويس قوي، ما نزهقش بسرعه، يعني نديهم 4-5 دقايق كده بالمضرب لحد ما يبقى لونهم فاتح ونحس ان السكر نوعا ما داب. هزود بقى رشه الفانيليا، وهزود الزبده والزيت، ونتاكد ان هما بيردوا شويه. هخلطهم هما كمان بسرعه مع بعض. وبعدين هزود بقى باقي المكونات اللي هي الحليب والدقيق اللي حاطين عليه رشه الملح. والدقيق بحب ازوده بالتدريج عشان اتاكد انه اتخلط كويس، مفيش اي تكتلات، وما اكنهوش زياده عن اللزوم. بمجرد ما بزود الدقيق يعني بعمله على سرعه اقل شويه، واول ما يتخلط خلاص هوقف واقلب بالسباتشول عشان اتاكد ان كله تداخل مع بعض. كده خليط الكيك بتاعنا بقى جاهز. اللي عايز يعملها ستايل كيكه حجم عائلي ممكن يحط الخليط ده في صينيه من اللي هي مقاسها 25 في 30، 25 في 35 الكبار دول، او يقسمها في صواني الكيك المدوره. الكميه تكفي تتقسم ما بين صينيتين، لو هنعمل بيها تورته تتقسم ما بين صينيتين مقاسهم ما بين 20 ل 22. بعد ما نقسم الخليط بالتساوي هنخبطها على السطح كده عشان نتاكد ما فيهاش فقاعات، وكده جاهزه تدخل الفرن. هنحطها في فرن بقى هادي، ما يكونش درجه حرارته عاليه قوي، 160 مئويه على الرف اللي في النص، وهنسيبها لحد ما لما ندخل فيها توث بيك تطلع نظيفه. هتاخد حوالي من 25 ل 30 دقيقه على حسب حجم الصينيه، وحطيته الكميه كلها في صينيه واحده هتحتاج وقت اطول شويه. فدخلوا التوث بيك في كذا مكان فيها كده، او طرف السكينه تتاكدوا انها طلعت نظيفه معلهاش اي عجين، يبقى كده استوت. وبما ان احنا محضرين الصينيه كويس هتتقلب معانا بسهوله. اللي عايز يرش على الوش يزينها برشه من سكر بودره برضو ينفع. طعمها بسيط وحلو زي كيكات الامهات اللي كانوا بيعملوها لنا زمان، دي اللي هي الكيكه الساده اللي بتتاكل جنب شاي بلبن ولا جنب قهوه. طعمها حلو جدا، ما فيهاش اي طعم او ريحه زفاره. القوام بتاعها حلو وسكرها مظبوط. جربوها وقولي لي رايكم، بالهنا والشفا مقدما لاي حد هيجربها، واشوفكم على خير قريب، وباي باي.